سلام خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم عالم فاتي. ما تنسونيش من لايكات والتعليقات بخصوص موضوعنا اليوم حول عسكر الجزائر اللي قتلوا مواطنين مغربيين بخليج السعيدية وخروج سامي دغيلان على انستغرام كي تم فيه كذلك فرنسا بالسكوت ديالها نظرا لان المواطنين عندهم كذلك جنسية فرنسية، وكيعتبر ان هادشي اللي دارته فرنسا جرم كيوازي جرم الجزائر والرصاص اللي طلقات على الضحيتين. السلام عليكم. اولا الله يرحم الشابين المغربيين اللي توفاو، الله يشافي الشاب اللي في السبيطار، الله يطلق سراح الشاب اللي باقي محتجز عند السلطات الجزائريه. انا اللي ما فهمتش هو ملي كتبت تدوينه كندوي فيها على المسؤوليه ديال فرنسا، انا عارف راسي اش كنكتب، انا ما كنتكلمش عن فراغ. اولا الواحد الا كيحمل الجنسيه ديال شي بلاد، هذيك البلاد كتحرك على ودو سالينا، تكون عنده جنسيه مزدوجه، يكون عنده اصل من بلاد واحد اخر، من المغرب ولا من هنغاريا ولا من اي قنت، هذاك الصمت مريب، وهذاك الصمت كيبين بانه هذيك الدوله ما عطياش قيمه للفرنسيين من اصول مغاربيه. سدات مدام بعد هذه النقطه هذه نحيدوها، وخاص يكون هناك تحرك من طرف السلطات الفرنسيه، لان المشكل اساسا وقع في مياه اقليميه جزائريه، لان هذوك الوليدات دخلوا بالخطا، رده الفعل كانت وحشيه وهمجيه، ولكن هذوك الوليدات دخلوا بالخطا وما عندهم جواز فرنسي. دونك المشكل الاساسي كاين ما بين فرنسا والجزائر. الان نتكلموا على الاصول المغربيه، الناس كيتحاملوا بزاف على المغرب، كيعايروا البلاد وما كيخليو ما يقولوا حنا رخاص عند الدوله. راه المشكل وقع مع دوله انت قاطع معها العلاقات الدبلوماسيه وسد معها الحدود وانقطع انت وياها، ودوله حمقاء ما عندها ما تخسر. واش دابا بالله عليكم واش نتوما باغيين الحرب ما بين المغرب والجزائر؟ خيار بليد بالنسبه للمغرب، خيار غبي. حنا عندنا ما نربحوا من هنا لقدام، عندنا استثمارات اجنبيه مباشره، عندنا الفوسفات اللي واقف عليه العالم كامل، عندنا الجبل ديال التروبيك، عندنا 100,000 حاجه، الطاقات المتجدده 100,000 حاجه باغيين نخدموا عليها في هذه البلاد، وحنا يلاه كنسلكوا راسنا ونخرج من عنق الزجاجه. دخل الحرب مع حماق، تولي تقلب على المطيشه في السوق تلقاها ب 700 درهم. دابا هي نتوما شنو باغيين؟ هاد الناس اللي هاد الفتنه هذه كامله، واو خصنا اش خاصك؟ قطع العلاقات الدبلوماسيه، سد الحدود، سياسيا انت ذكي بسياسه اليد الممدوده ولا اي حاجه واحده اخرى، داك ذكاء مغربي. علاش؟ لانه الملك عندما يتكلم عن اشياء بحال هذه كيفكر في صحه المواطن، هو الاول اللي عايش في امان في المغرب، ما كيتفرقوا عليه قنابل، ما كيطرف معاه حتى شي حاجه، ولان المسار ديال البلاد يحتاج الى السلام. يكون مناكفات، يكون برود سياسي، يكون تنافس استراتيجي، تكون حرب بارده، كاع ما عندنا حتى شي اشكال. ولكن علاش فرنسا ما تدويش؟ المغرب يقدر يعزي في الضحايا، يقدر يقدم مساعده للعائله، يقدر يتكلم كاع في الامم المتحده، ولكن المشكل اساسا ما بين فرنسا والجزائر. هذوك الدراري دخلوا بالغلط المياه الاقليميه الجزائريه، نهار الجزائريين دخلوا بالغلط للمغرب راه ما تسنى واحد الجندي جزائري جا هبط وداهم. ولكن انت كتعامل مع بنادم ما عندوش العقل، وبركه من التحامل على البلاد. الله يرحم اللي ماتوا وما لقاوهاش فرصه اننا ندوزو. ما لقيتش انا عارف مغاربه ولا ناس واحد اخرين اللي كيكسبوا داكشي. واللي بغى يفهم يفهم، اللي حافظ وما فاهمش هذيك هضره واحده اخرى. والسلام عليكم. لكم كذلك مع رد فعل الصحفي نوفل العواملة. مساء الخير. كما يقال أبت النذالة أن تفارق أهلها. استمعتم جميعا وتابعتم مقتل شابين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية في المياه الإقليمية الجزائرية. هم 5 شباب خرجوا من ميناء السعيدية الترفيهي ومشاوا لمنطقة رأس الماء، وفي طريق عودتهم من هناك ضلوا الطريق، فإذا بهم في المياه الإقليمية الجزائرية خفر السواحل الجزائري ببرودة أعصاب، بكل قذارة، بكل نذالة، بكل حقارة، قاموا بإطلاق النار عليهم وإردائهم قتلى. هناك جثتين لشابين مغربيين في المستشفى، هناك 3 آخرين منهم من هو مصيره غير معروف إلى حد الساعة، منهم من قيل بأنه قد تم اعتقاله من خفر السواحل الجزائري. ما هذه النذالة؟ يعني كنا نقول أن العقلية المتحجرة لدى القيادات العسكرية هناك، ولم نعلم أنها انتقلت إلى ضباط الصف وإلى الجنود العاديين. المتعارف عليه حين يكون هناك اختراق للمياه الإقليمية أو لحدود بحرية لدولة ما، أول شيء يتم القيام به، خاصة إن كانت هذه المنطقة سياحية
وفيها عشاق الجيتسكي أو ركوب الدراجات المائية، يتم إعلامهم اليوم. هناك سفن أمريكية تخترق المياه الإيرانية، دولتين بينهما قولوا ما تشاءون من خلافات، ويتم إخطارها بمكبر صوت عليها أنها تقترب من المياه الإقليمية أو دخلت فيها عليها الخروج فورا. أمر متداول، فما بالكم بأشقاء مغاربة ضلوا سبيلهم، ضلوا طريقهم، وفي البحر ما كاينش علامات تشوير، ويتم إردائهم ببرود الدم وقتلهم بتلك الطريقة الفجة. هذا إن كان يؤكد فإنه يؤكد على أنكم بالفعل كما قلنا سابقا، نظامكم العسكري البائد الذي يعيش على عقلية الحرب الباردة يبحث عن سبب، عن حجة لتصعيد الأمور مع المملكة المغربية. ولكن صدقوني ما ضاع حق وراءهم مطالب، وأرواح شباب المملكة التي أزهقت بدم بارد من طرف قوات أمنية جزائرية، والله إنه حتى اللباس العسكري لا تستحقون ارتداءه، لأنه في المعركة أخلاق، وهناك كرامة الرجال، وهناك الجيرة، وهناك أخلاق الرجال كما يقال. ولكن للأسف أنتم فقدتم كل شيء، والتعليمات التي لديكم من أصغر جندي إلى أكبر ضابط هي إن سنحت لكم فرصة استفزاز المغرب فلتستفزوه. ولكن المغرب ليس بمستضعف، ليست دولة تعيش على الوهن، وصدقوني سيعود حق هؤلاء الشبان، والأيام بيننا. كذلك رضوان الرمضاني كيخرج على فيسبوك وكيقول باللي جريمة القتل اللي تعرض لها مواطنان مغربيين أو أكثر برصاص جزائري كتطلب توضيح رسمي لما حدث، بالتوضيح والتدقيق أو حتى النفي. ليس مقبول أبدا أن تمر الساعات دون تقديم رواية مغربية رسمية، ولا أن تستمر المصالح الرسمية المعنية بالموضوع رغم حساسيته في الصمت. وكذلك كيضيف بلي هذه طريقة لا تليق في التعامل مع أرواح مغربية غالية. خوتي خواتاتي، كنوصلوا لنهاية الفيديو، كنشكركم على حسن المتابعة. نتلاقاو في الفيديو القادم إن شاء الله. ما تنسونيش من التعليقات وآرائكم حول الموضوع. مع السلامة.